حسب أنباء واردة من ولاية عنابة فإن وحدات من الجيش الشعبي الوطني تقوم أو تجري في هذه الأثناء عملية تمشيط، وهذا في منطقة قريبة من كنيسة سان أوغسطين. إذن لتفاصيل أكثر حول هذه العملية نربط الاتصال مباشرة بمراسل تلفزيون النهار إلى ولاية عنابة عبد الناصر قلا. صباحك سعيد عبد الناصر، هل لك أن تضعنا في صورة حول هذا النبأ؟ صباح الخير زميلتي هاجر. بالفعل زميلتي هاجر، استيقظ سكان مدينة عنابة صبيحة اليوم على خبر مفاده تسلل عنصر إرهابي إلى مدينة عنابة. حسب الأنباء التي لدينا، عنصر الإرهابي تفطنت له مصالح الأمن عند مدخل مدينة عنابة، أين تقع المحطة البرية لنقل المسافرين. إلى حد الساعة هنالك تعزيزات أمنية مشددة من طرف رجال الأمن. أفراد الجيش الوطني الشعبي لجان الدرك الوطني تقوم الآن بعملية تمشيط واسعة للمنطقة، حيث توجد هنالك حصار مشدد للمنطقة بأجملها. حدثنا عبد الناصر قلال عن طبيعة هذه المنطقة، يعني منطقة سيدي إبراهيم، مميزاتها يعني خاصة أنها مدخل ولاية عنابة. بالفعل زميلتي هاجر، منطقة سيدي إبراهيم هي المدخل الرئيسي لولاية عنابة، حيث هي تعتبر منطقة جبلية بها كنيسة القديس أوغسطين. حسب العموم هي منطقة قليلة السكان، توجد هنالك بعض المداشر الصغيرة، إلى أنها تبقى من منطقة جبلية صعبة وتضاريسها صعبت على مصالح الأمن عملية تفتيش وتمشيط المنطقة. كيف هي الأجواء الآن بولاية عنابة يعني فيما يتعلق بالعملية؟ طبعا طبيعة العملية خاصة في مدخل ولاية عنابة، نتحدث عن يعني الطرقات وحالة يعني المواطنين، هل هناك حركة أو أنه لا توجد حركة حاليا بسبب هذه العملية؟ توجد حركة لكن نوعا ما حركة بطيئة، وهناك شدود من طرف المواطنين. الكل يسأل ويتساءل عن طبيعة هذا الهجوم، هل هو هجوم مدبر، خاصة نوع تزامن احتضان مدينة عنابة للمهرجان بالطبع الأورو متوسطي للأفلام. هنالك حالة ترقب وخوف ورعب، بالأخص أن مدينة عنابة لم تشهد مثل هكذا أحداث من قبل. عبد الناصر قلال موفد تلفزيون النهار إلى ولاية عنابة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا الكرام سنوافيكم بجديد هذه العملية وكذلك ورود أي خبر رسمي أو بيان رسمي عما يحصل حاليا بولاية